عارفة ان الجزر ده بيقوي النظر؟ ايه انا عاوزه واقفه بعيد كده ليه؟ يلا تعالي العبي معانا، احنا هنلعب مع بعض كلنا النهارده طول اليوم. ايه ده انت بتلعبوا؟ طب ممكن العب معاكوا؟ انا مش هزعلكوا المره دي خالص. انا واثق ان انا هعمل كده، انا متاكد. يا سيمبا انت المره اللي فاتت خربشتنا بضوافرك وعورتني كمان. انا اسف يا نموره، مش هعمل كده تاني، خلاص ما تزعليش، بس يلا نلعب كلنا مع بعض. ماشي، انتوا عارفين انا بعرف اعمل ايه؟ انا بعرف اتشقلب، وانا كمان بعرف اتشقلب حلو قوي. وفضلت الحيوانات تعمل شقلباظات وتلعب طول اليوم في الغابة. ياه، تعبت قوي، بس كان حلو قوي الشقلباظات الجميلة دي. يلا بينا بقى نروح. انا هروح اتمشى في الغابة شوية. لا مش هنروح دلوقتي، يلا اتمشى في الغابة بعدين ارجع العب معاكوا تاني. وراح سيمبا يتمشى في الغابة لوحده، والدنيا كانت قربت تليل قوي. يا اصحابي يا اصحابي، تعالوا شوفوا انا لقيت ايه. يا نمورة، يا نعوضة تعالي، يا ارنوب. ومحدش من أصحاب سيمبا كان بيرد عليه، واضح إن هما ما سمعوهوش خالص. يا اصحابي يا اصحابي، بصوا انا لقيت ايه. ايه ده يا سيمبا؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ هو ينفع اي حاجة تلاقيها تجيبها على طول كده؟ يمكن ليها اصحاب. يا فلافيلو، ما كانش في حد موجود، دي كانت تحت الشجرة كده وبس. وبعدين دي واضح ان هي ورد صغنن يعني، بس غريب قوي. لا يا سيمبا، ده مش ورد عادي، ده بيلمع ويبرق. مفيش ورد بيلمع ويبرق كده يا سيمبا، روح رجعه مكانه. وجت الساحرة الطيبة للحيوانات، بس واضح ان كان في مشكلة. ازيكم يا حيوانات الغابة؟ ايه يا سيمبا اللي انت عملته ده؟ حد ياخد الورد المسحور بتاع التنين مكان مغطي بيه البيض. يا سيمبا، ده عمال زعلان قوي على الورد ده، انا اللي اديتهوله علشان هو التنين طيب. ما كانش موجود، وكانت الشجرة تحتيها فاضي خالص وما كانش في بيض، وانا ما شفتش حاجة. يا سيمبا هو حاطط البيض بطريقة ما تخليش حد يشوفها، والورد المسحور ده علشان يدفي البيض، علشان التنين الصغنن لما يطلع يبقى دافيين. انت كده بررت يا سيمبا. انا اسف، انا هروح ارجع على طول دلوقتي حالا. خلاص يا سيمبا، ما ينفعش يرجع تاني دلوقتي. انا جاية علشان احميك من التنين، لانه مصمم يعرف مين اللي خد الورد المسحور. يا بابا يا بابا، انت فين يا بابا؟ رحت فين وسبتنا يا بابا؟ حبايبي الحلوين، انتوا طلعتوا بس لسه ميعادكم ما جاش. ازاي طلعتوا بدري كده؟ وفين الورد المسحور اللي انا كنت مغطيكوا بيه؟ ورد ومسحور ومغطينا بيه ليه يا بابا؟ احنا كنا جوه البيضة. طيب يا حبايبي، ما تخافوش وما تقلقوش، هجيب لكم اكل حالا. يلا حاولوا تطلعوا كده من البيت خالص علشان تتمشوا شوية في الغابة. يا ترى مين اللي اخد الورد المسحور؟ يا ترى مين اللي اخده؟ مين اللي جه هنا عند ولادي وعند البيض؟ ده اكيد كان عايز ياخد ولادي، انا لازم اعرفه. وتاني يوم جت الحيوانات علشان تلعب في الغابة زي عادتها. ايه يا سيمبا اللي انت عملته ده امبارح؟ ايه اللي انت هببته ده؟ هو انت لازم اي حاجة تعمل حاجات غلط كل يوم كده، كل يوم؟ انا قلت اتمشى في الغابة ولقيت ورد منون حلو قوي، قلت اخده العب بيه، وما كنتش اعرف ان التنين مغطي بيه البيت بتاعه، وانا اعتذرت واتأسفت، حتى انا قلت لماما وماما زعلت قوي مني. عندها حق ماما تزعل منك يا سيمبا. ازاي تاخد حاجة كده وانت ما تعرفش هي ايه؟ غلط جدا ان احنا ناخد اي حاجة او نمسكها بايدينا من غير ما نعرف هي ايه. عندك حق يا رعد، انا مش هعمل كده تاني. وفعلا سيمبا اتعلم الدرس،
لان كل اصحابه الحيوانات فلفول ورعد وبقورة وحتى كل اصحابه بتوع امبارح كلهم قالوا له ازاي تعمل كده وتاخد حاجة من غير ما تعرف هي ايه. احنا لازم نتعلم يا اصحابي ان احنا ما ناخدش حاجة من غير ما نعرف هي ايه، ولا حتى نمسكها ونسمع كلام ماما وكلام بابا. ما نقربش من اي حاجة ما نعرفهاش.